حاجات لازم تبطل تعملها وانت بتتعامل مع الشخص النرجسي. بطل تدافع عن نفسك. ولازم تعرف نقطة مهمة جدا، ان الشخص النرجسي بيستمد ثقته بنفسه واتزانه النفسي من خلال دفاعك عن نفسك وتبريرك المستمر. هو عارف من قرارة نفسه من جوه ان الاتهام اللي هو اتهمهولك هو ملوش علاقة بيك، بس هو بيتلذذ وبيفرح لما انت بتدافع عن نفسك، علشان ده بيتمثل بالنسبة له في انك خايف على زعله او خايف من نظرتك او من نظرته السلبية تجاهك. فهيفضل طول الوقت يتهمك ويقلب الترابيزه عليك، مش علشان يغلس عليك او مش علشان انت غلطان، لا، علشان يشوفك وانت بتدافع باستمرار. وطبعا الشيء ده مؤذي وسلبي ومدمر جدا. علشان كده من النهارده لازم تنزع منه فتيل السلاح ده وتخليه يتهمك، بس ما تبررش، ما تدافعش عن نفسك. شايفني كده؟ انا كده، ده انا صاحب الحروب اللي في العالم دي كلها. انا كده. وسيبه بقى يقعد يهري يهري وانت من جواك هادي ومتزن جدا. ده مع مرور الوقت هيساعدك من جواك انك يبقى عندك مناعه ضد اي اتهام هو يتهمه لك، سواء هو او غيره. وفي نفس الوقت ده هيعوده ان السلاح ده ما بقاش ينفع معاك، فبالتالي هيبطل يتهمك اتهامات باطله علشان يشوفك بتدافع عن نفسك.